عودة بودكاست بتاع افلام، وانا مبسوط بحاجة جدا. ايه ايه هي؟ بقى؟ ان لأول مرة الناس هتشوف باقي ست الست جديد. اخيرا باقي انا بقى بقف هنا يعني والحتة دي بقى اللي هي على شمالي كده. فانا مبسوط جدا ان احنا يعني ان شاء الله بقى المرة دي بجد هننتظم ونبقى مواظبين. امال ايه. واحنا اتفقنا ان احنا هنعمل حلقتين في الشهر، ويعني ده مبدئيا ان شاء الله. لو انتوا بقى دعمتونا وعجبتكم الحلقات والافكار وكده، ان شاء الله ممكن نعمل ايه، نعملها كل اسبوع ان شاء الله بالظبط، باذن الله. إن شاء الله. هتبقى يعني ان شاء الله كل اتنين الساعه 7 باذن الله. بإذن خلاص اتفقنا بإذن الله. كده يا رجاله، لا، عشان إحنا بس تمام. قدام بتوع إحنا افلام بس تمام ما جداً، نبقاش وإن شاء وحشين. الله هنبقى حلوين. هنتكلم عن اكتر فيلم مثير للجدل في الفتره الحاليه، وهو فيلم الست لمنى زكي، اخراج مروان حامد وتأليف احمد مراد. احنا الثلاثه دخلنا الفيلم. مهاب دخلوا مرتين، انا دخلته امبارح المره الثانيه، مره واحدة. عمر دخلوا مره واحده. مره واحدة. طبعا يعني دول غنية عن التعريف، هم طلعوا قبل كده في بودكاست كتير، يعني هم دول المين. حبايبنا. عمر راتب ومهاب اشرف. يا هوبا بقيت خلاص، يا هوبا خلف الكاميرات. لا يا عم، ولا بقيت بخاف، بقيت لا، نجم بقيت جورج شباب. كلوني لا العرب. مش كلونك، ماشي. لا خالص. انا طيب. عادي زي ما انا. انا قلت الريفيو على الفيلم، وراتب برضو قال ريفيو بسيط كده على ريل. بس ده كان رياكشن يعني اكتر من ريفيو. رياكشن، كنت لسه ما كانش طالع. ريفيو. وانت بقى ما اتكلمتش خالص على ما الفيلم. اتكلمتش خالص. عايزين نفصص بقى. دي اللي نفصص فصص بقى، احنا بودكاست نتكلم بالظبط. بقى براحتنا. ننوه ان احنا هنحرق ولا الناس اوريدي احنا مبدئيا احنا هنحرق الفيلم، بس يعني هو فيلم سيرة ذاتية يعني، فعادي. مفيش دي يعني حاجة. تويستات قوي. بس في طبعا حاجات هنتكلم عليها ومشاهد معينة طبعا هيبقى فيها حرق وكده. يعني لو انت ما شفتش فيلم وقف، وهنتكلم براحتنا. وكل واحد يا جماعة، اهم حاجة عندي في بتاع افلام ايه، كل واحد عنده يقول حرية رأيه. الرأي. بالظبط. ممكن راتب ما يعجبوش فيلم، مهم ما يعجبوش فيلم، ونتناقش ونتعارك وصباح الفل عادي جدا. والكلام ده كله هي وجهة نظر كل واحد فينا، يعني حتى اللي بالظبط. بيتكلم عن حاجة او بيقول رأي حاجة، هي دي وجهة نظر انا الشخصية، وجهة نظرك انت الشخصية، وجهة نظر راتب الشخصية. وعايزين نتكلم بقى على الجدل بتاع الفيلم ده بالذات. لا، يعني لا، عايزين ده نسيب حتة توبيك. في الاخر مهمه بالظبط. ده حته لوحدها. للنوش اللي بالظبط. حصل على الفيلم الغريب جدا اللي غير مفهوم. خلاص. الكومنتات دي استهدى بالله استهدى بالله. انا مرتشي لهذه الدرجه يا جماعه. انت اصلا جرالك حاجة في الكومنتات؟ كومنتات. يا ابني انا اصلا بتاع سيريز بتكلم على حاجات نتفليكس وكده. عندي 5-6 فولورز، لقيت على طول جالي 7 بيقولوا لي انت قابض كام. الفلوس باينه. الفلوس بقى. والله العظيم. ده واحد قال لي ده انت البلوفر اللي انت باينه ده واضح من الرشوه. والله هنسيب حته في الاخر عامه يعني للحوار الجامد ده. البلوفر ده ده بلوفر باين. اي واخد فلوس يعني قابض يعني. نتكلم بنبدأ من ايه، من على الفيلم يعني، ايه اكتر حاجة عايزين أنت تبدأ؟ طلعت من الفيلم طلعت من الفيلم حاسس إيه؟ ايه؟ طلعت من الفيلم مبسوط جدا ومنبهر جدا، وخدت قرار. يعني انا طلعت يوم الاربع، تمام، خدت قرار ان انا اخشه يوم الجمعة مع ناس جديدة. يعني انا كل دواري القريبة بعمل زيك كده. كمال اول ما بيبقى عنده، يعني اول ما بيشوف فيلم يعجبه، يلا نخشه تاني، تاني يلا نخش كلنا تاني، هات معاك مش عارفه مين. يا ابني يعني عايز اقول لك بيقول لي كمان، راح المسرحيه 4 مرات. ايوه. ايه ده، انا اخر مره يعني ايه راح مسرحيه ام كلثوم؟ أيوة. كمال راح 4 مرات. كل ما أنا- يقابل حد في الشارع يقول له يلا شفتها؟ تعالى. لا تعالى خد تعالى. خدنا ينجزه انا ومامتي، ويروح بيه ايه. خدنا انا ومامتي اخر مره. أيوة، العباسية دي. لا جامد جدا. عباسية. فانا بقى بقيت عايز يعني كل الناس وكل حبايبي اللي زي بيحبوا الافلام وكده ومهتمين بالسينما، انا عايز اخدهم وافرجهم على الفيلم، لان ده يا جماعه احسن فيلم من وجهه نظري، احسن فيلم سيره ذاتيه اتعملت. احنا عمرنا ما عملنا فيلم سيره ذاتيه في مصر بالشكل ده. عامة قول لنا لو فكرة حلوة، ممكن نعمل حلقة عامة عن الافلام السيرة الذاتية عامة بقى، ونقارنهم ببعض. ممكن يبقى توبيك روش. يا ريت نعمل قولوا كده، لنا في لان الكومنتس. كل افلام السيره الذاتيه اللي انا شفتها، تمام، ما اتكلمتش عن الشخص نفسه، عن تركيبته النفسيه،
عن هو بيفكر ازاي، عن هو ايه اللي اثر فيه، ايه اللي وهو صغير عكس عن وجوانب مش ان انسانيه. هو اه ملائكي. مش ملائكي تمام، مش اللي هو ام كلثوم. يعني كل الاعمال اللي اتعملت ام كلثوم كان الاغاني باينه فيها اكتر، اللي هي عملتها ام كلثوم اللي هي نجحت دورها في حوار جمع التبرعات للمجهود الحربي ده كان بيتركز عليه اكتر. لكن انت اول مره تركز على الست نفسها، الست اللي تعبت وشقت وكانت بتمشي بين المحافظه، يعني بين النجع والنجع وبين ده وبين ده وبين ده عشان تروح تغني من وهي صغيره، اللي بيلبسوها ولد عشان وغنت للحمار وبعد بالظبط. كده وصلت ان هي غنت قدام لا الملك حته كمان انت شفت فشخ ايه، ان دي واحده من وهي صغيره كانت بتلبس ولد عشان خايفه تواجه انها ست، عشان المجتمع مش هيتقبل ان بنت صغيره او طفله صغيره. ده دور ابوها بقى اللي عاجبني جدا الصراحه. ان دور طبعا سيد رجب كان خطير. كان خطير. تمام. يعني البنت دي الصغيره، الطفله دي الصغيره بتلبس ولد، بتهرب من هويتها انها بنت، بعد كده بترجع لانوثتها تاني لما بتكبر، لما بتبقى بتبتدي يعني تكبر. عندها وده ثقة في نفسها. بيأثر جدا على نفسها. وفي نفس الوقت انها طول الوقت اتحطت كولد 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 كولد، ابتدت هي تشيل المسؤولية، ابتدت تبقى شخصية قوية لا بالظبط. بس انا عندي سؤال بقى بالنسبه بقى للحته بتاعت ان هي بتقلب من لبس ولد للبس بنت، اللقطه بتاعت امينه خليل، السين دي عجبني قوي تمثيل امينه خليل فيها، عجبني جدا الطريقه عملوها ازاي. بس مش حاسس ان هي كان ممكن تتعمل، يعني دي واخده وقت طويل قوي، كان ممكن تتعمل بطريقه اروش تانية، ان هي ازاي غيرت لبسها من لبس ولد للبس بنت من غير كل السين دي، ونستخدم الوقت ده في بص حاجه. اعتقد ان احمد مراد ومروان حامد هم بقالهم بتاع سنين بيعملوا ابحاث. اه يعني انا مثلا فدي حاجات حقيقيه جدا من بتتحكي. مفاجآت الفيلم بالنسبه لي اللي انا قلتها في الريفيو، قلت انا شفت مشهد قلت ايه ده وده حصل بجد. موضوع الأصابجي لما دخل البيت وفي طلقه في حته ام كلثوم، ده حقيقي، ده حصل بجد. اوف فاهم. فهم كل الموضوع ده حاجه عجبني على فكره، وان كل شويه اللي بيجيبوا لك اللقاء الاذاعي اللي كان مع ام كلثوم اللي كانت قاعده بتحكي فيه الحاجات اللي هو لسه بيقول لك عليها بالظبط. يعني انت لسه بتتساءل هل ده حصل ولا لا، بيقول لك بلسانها، بتقول لك هي بنفسها ابويا كان بيضربني واحنا راجعين المشهد ده امبارح بقى. المشهد ده امبارح اقسم بالله يا جماعه، انا عامه التجربه التانية بالنسبه لي كانت احلى من الاولى افضل بكتير. بجد؟ انا برضه طب ايه بقى قول لي انت لانك طالع بقى حاسس خلاص بإيه؟ انت شفت شفت اول مره، فتاني مره بقى انت بتفصص بقى اللي هو بتشوف كل حاجه انت خلاص اوريدي شفتها. المشهد ده امبارح اكتر مشهد اتأثرت بيه امبارح، لان كان في برضو هم الصدى الصوت اللي بيعملوه بتاع ام كلثوم وهي بتغني دي، انسى اعطيني انسى. حريتي، وهي بتقول له يابا ما تضربنيش تاني. أنا عايز أقول بالظبط، لك حاجة تحفه بقى. دايما الليركس بتاعت الكلام الكوبليه اللي بيتحط سلام. لايق قوي، وكان في شباك مفتوح لو واخد بالك في اللقطه دي. ايوه بتفرج على وبعيد وهي بتتفرج على السينما بالظبط. انا عايز اقول لك هو هشام نزيه كان مفير. انا بالنسبه لي هو ما سابش بصمه زي باقي افلامه، بس عشان هي موسيقى موسيقى ام كلثوم بس حلو. مزجة الساوند تراك مع اغاني ام كلثوم حلو قوي، ان هو ما بيشغلكش اغاني ام كلثوم وما بيشغلكش ساوند تراك فيلم. هو عامل ميكس روش قوي بين الاثنين، والجملتين اللي بيتقالوا في الوقت يا ده حبيبي تحس ان انت هو هشام نزيه بيحاول يفهمك المعنى الحقيقي للكلام ده، فبتشوف احساس معين على الشاشه ويقوم هو معبر لك عنه بجملتين من ام كلثوم بس. وانا بس يعني خطيرة. مثلا لما قابلت كريم عبد العزيز وقال لها اصل انت بالنسبه لي حاجه تانية وحاجه كبيره، الليل والسماء. بالظبط. انا بس عايز ارجع لنقطة أمينة خليل واللي انتوا برضو بتتكلموا عليه في حوار لما ضربها بالقلم. الفيلم ده فيه رمزية كتير. تمام. حوار أمينة خليل دي انت لو تلاحظ هو كان عمال يقطع على الرسومات، وان المرأة اتحررت صح. ايوه ومن ايوه وان الومن كده هي جت. هو في المسلسل هي الفيمينيزم بالظبط. بالظبط هو متجسد في أمينة خليل. بالظبط. مش فكره الفيمينست كمان، مش فكره الفيمينست قد ما فكره الصراع اللي كان جوه ام كلثوم وهي بتقلع اللبس بتاع الولاد اللي ابوها كان بيخليها تستخبى فيه عشان المجتمع وكده. فده هم عكسوه حلو جدا. يعني المشهد جداً. كله على بعضه لايق فشخ. وفي المسلسل عشان اتفرجت على المسلسل الحوار ده كان قريب. انت شغال في المسلسل؟ انا خرجت من المسرحيه
تمام دخلت على المسلسل، قلت عشان في الفتره دي، في الفتره اللي الفيلم هينزل فيها، فاكر قبل الفيلم باسبوع او اسبوعين قلت اخلص المسلسل عشان ابقى شفت الثلاث اعمال، عشان لما نطلع نتكلم يبقى عندي شايفين يا جماعه شفت الدنيا والله كلها. العظيم الراجل جاي تمام؟ جاهز، بس بقى الفكره عامل في ايه؟ الدفوار بتاعه. يعني الفكره ان الثلاث اعمال اللي اتعملوا على ام كلثوم احلى من بعض، وكل الا فعلا طبعا بتاع استاذه فردوس عبد الحميد. ما اتفرجتش عليه الصراحه، يعني ما اتفرجتش أنا عليه عشان أنا- هو كان يعني مش ملوش صدى عبد قوي يعني. الحميد احنا فردوس فردوس لا، عبد كان- الحميد بلاك ليستد عندنا في البيت. بغض النظر ابويا الله يرحمه كان ما بيطيقاش، اول ما بتيجي على التلفزيون كان كامل يتعصب. الاحترام والله ما حدش لا يزعل لا مننا عادي يا جماعه. بالظبط. ممكن آه، كانت يعني هي ونجم، آراء عارف يعني. محمد نجم الكوميديان اللي انت بتحبه جدا ده، أنا- ابويا برضو كان بالنسبه انا لي ده حبيته صفر. بسبب ادم مكيوي أيوة. وايمن البودكاست زرقاني ده. وصرصره ساعدتني فنانين. أنا بس كمان. نجم كان بس جامد. يعني بس بغض فردوس عبد النظر الحميد فردوس عبد الحميد بلاك ليست عندنا ما اتفق، لا ليه بنشوفلهاش كانت حاجة. حلوه في الحريف عامه، ما كانتش وحشه خالص. كده. ومع محمد رمضان اه من الشباك يعني لا بص نكد. يعني احنا ما نعرفش تاريخها برضه ليه؟ لا قوي. ليه نزعل؟ في الليالي الحلميه لا، فردوس عبد لا. الحميد كانت عامله دور حلو قوي أهو. قوي يعني. اه افتخرنا على راسنا فردوس في الفيلم يعني والله. تمام. بغض النظر يعني انا ما اتفرجتش على الفيلم بتاع فردوس عبد الحميد ده برضه عشان هو عمل ما اثرش قوي على قد ما المسلسل اثر. الفيلم ده نزل 3 ايام في السينما، انا أنا- دخلته انا وجدتي. لا يا راجل تصدق بقى فاكره؟ يعني فاكر ان جدتي كانت خارجه مشمئزه متضايقه. انا ما اعرفش الصراحه خالص حرام يعني عليك ما- تاخد جدتك فيلم زي ده. لا تاخد لا، هي اللي ساعتها هي اللي خدتني. خدته. هو دلوقتي بياخد الناس صح. ويدخلها افلام، لكن أيوة، زي وقتها كان فنان. حد ياخده يعني. فنان. بالظبط. المسلسل تمام حكم ام كلثوم بوجهة نظر حلوة جدا وبشكل تلفزيوني جميل، يعني شبه العصر اللي كان وقتها. والمسرحية كانت رائعة، يعني انا دي مسرحية اول خطيرة. تجربة ليا بجد مع المسرح. انا ما دخلتش مسرح كتير، ما يعني ما عنديش علاقة حلوة بالمسرح خالص، بس المسرحية دي انا اول مرة اشوف شو محترم جدا بوجوه جديدة بأصوات جامدة باستعراضات حلوة بشغل جرافيكس ومش عارفة ايه على المسرح. شكل كان صراحة كانت تحفة جدا وانبهرت فيها جدا 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 جدا. وكان عرض فعلا غنائي، يعني المسرحية حكت ام كلثوم بشكل غنائي حلو قوي، بشكل مزيكا حلو قوي. طبعا الفيلم بقى حكى يعني يبين لي حاجة تالتة خالص على ام كلثوم، عن ام كلثوم نفسها، الست نفسها، البنت دي اللي زي ما قلت في الاول بس بالنسبه بقى للموضوع ده، انت لو شفت الفيلم ده وانت ما تعرفش ام كلثوم خالص، وشفت الفيلم ده هتطلع من الفيلم ده شايف ام كلثوم دي شخصيه شريره نرجسيه قاتله. ما ده حقيقة. يعني رشوه ودفعنا انتخابات وكسبنا بطريقه ملتويه. حتى المجهود الحربي ده علشان افضل اون توب، انا الوحيده اللي في اولمبيا، انا الشخصيه دي هي اللي باينه لا قوي بس في انا الفيلم. لا، ما أعتقدش حته المجهود برضه يا الحربي ريت. دي لا هي لا هي طالعه ان هي عملتها عملتها. بس قلبها. كل حاجه علشان انا ابقى نمبر 1 كده واحط على كل الناس بكل الطرق وغصب عن اي حد. اوكي ده تمام. الاتيتيود اللي باين قوي للكاركتر للشخصيه اللي منى زكي ممثلها في الفيلم. السايد ده من ام كلثوم. انا عاجبني الجراءه في ان انت توري السايد ده من ام كلثوم، وان انت ما يبقاش عندك الخوف، بالظبط وان انت تحاول تقعد تجمل عشان دي الحقيقه. بالظبط. بس بص انا هقول حاجه في يعني الحته دي. انا في بص احنا في الاخر هنتكلم على اني عجبكم اكتر المسرحيه ماشي. ولا الفيلم. اوكي بس انا عايز اقول لك على مفاجاه. انا امي انا تاني مره دخلت المسرحيه كان مع اهلي، امي واخويا وابويا. امي خارجه من المسرحيه كارهه ام كلثوم، طلع كارهه ام كلثوم ومتعاطفه مع منيره المهديه جدا. طبعا عامه ناس كتير كانت متعاطفه مع واللي هو لا ايه الست دي. فهو بص بس هو تقريبا الواحد لازم لازم يا يبقى عنده جماعة حته كده علشان يبقى على بالظبط القمه. على التوب. يا جماعه انتوا سمعتوا اكيد عن عبد الحليم عمل ايه برضو مع نجوم شباب كانت بتطلع إيه ومش بقى؟ عارفه ايه. لا نتكلم بقى في حلقه تانية بقى. بس انا اللي بتكلم فيه بص ما ينفعش تفضل اون توب كده وجوت في كل حاجه، واكيد يبقى عندك جانب بتدوس على الاعداء في حته اكيد فاهم. وفي نفس دروزت الوقت قوي في الفيلم قوي يعني. بس برضو في الفيلم طلع لك يعني إن هي رامي شخصية- تعالى يا رامي اقعد هنا، انا عايز اغني مش عارف اغني، تعالى ترزع قدامي ايوه علشان انا اخد منك البتاع، وانت تشوفني تاخد مني كلام حلو انا كيف اقول اقعد هنا، بس انت نتجوز لا. لا
ليه؟ انا ما ينفعش اتجوزك. لا، مش عشان ما ينفعش وقالت له انا خلاص. ماليش، انا بحب الغنى اكتر فأنت وبتاع، تفضل- وقامت خطبه ملحن مغمور. بالظبط. لا كمان مش عشان كده بس، هو عشان اقل حد رامي. عجبني قوي في الفيلم صدقي صخر. عشان رامي كمان كان هي شايفه ان هي لو اتجوزته ده مش هيخدم مصلحتها الشخصيه، مش هيفضل هي قالت المبرر. مش هيفضل رامي ملهم، يعني هي بتلهمه قوي، الميوز بتاعته. فبيطلع اغاني حلوه، فشايفه ان الفن هيكسب بعلاقتهم ديت اكتر، ان هو يفضل يتخيل ان هي حبيبته ومش عارف ايه، فيكتب الاغاني، مهمة فتعمل جدا. هي طبعاً. الاغاني على فكره، وهي يعني كمان هي بتحبه. خلته يتشوق علشان يشتغل، عشان وهي يشتغل، عشان تفضل بالنسبه له نار كده قاتلة. طالعه انا وكده. شفت فيديو على اليوتيوب. ايه ده يا مان؟ ده اسأله ويلسون. ده رأيه، اساله ايه ويلسون، ايه إيه الكلام؟ رأيك؟ عجبك الفيلم؟ احنا ما دخلناه. تخيل المره الجايه بقى ويلسون ويلسون يجي معايا تاخد ويلسون. مسرحيه والفيلم. انا عايز اقول حاجه. شفت فيديو على اليوتيوب، حد بيقول، انا مش عارف مدى مصداقيه الموضوع، ان ابن احمد رامي ساله، قال له انتوا ليه ما اتجوزتهاش يعني بعد كل ده وبتاع؟ قال له انا ما كنتش هطلع كل الشعر ده. ايوه، ما هو ده صح. هي بجد، يعني فده هي كان confirmed عندها يعني كان احنا عندها على خلاص. فكره، كان عندها رؤيه، ومش فكره كمان ان مم. الحته دي وحشه في ام كلثوم، او اللي هي طلعها شريره. لا، هي مش شريره هي مش شرير، هي ما خالص. طلعهاش. هي بص هي- يعني هي هي- جاب لك على فكره كل حاجه هي هي بتعملها مثيرة غلط، للجدل. جاب لك بعديها بشويه هي بالظبط. بتصلح الغلط ده. حته الحوار ان الست دي شريره، رجع او ويلسون انها ورا بعد اذنك. معلش يا استاذ ويلسون، عشان معلش بس الاستاذ كمال ما يضربناش. اه تمام. حته الشر، هي مش شريره قد ما هي حريصه جدا على شغلها، وعايزه تعمل شغلها ده على اجمل وجه، ومش عايزه حد يبقى احسن منها. هي مش طيبة. هي مش طيبه، تمام. هي عشان مش نبقى بس طيبه صراحة. خالص، هي مش طيبه هي مش خالص شخصية طيبة جميلة. عامه. هي تنين مجنح، وهم كان عندهم الجرأة، ودي حاجة عجبتني، ان هو حلوة يوري جداً. لك يعني هو ده الطريق. لو انت عايز تبقى المعلم الكبير لازم تاخد قرارات عاملة زي دي، زي مثلا يعني حتى في حاجات صغيرة، الواد بالبابيون الفيونكة بتاعته مش مظبوطة، بس هو سايب مراته لسه والدة وما راحش علشان يروح يحضر معاه الحفلة، المفروض ان هي تبقى بتسقف له. وده عامه ده بس موضوع قالت له ملوش اي علاقة بالفيونكة. هدايا عفاف علينا، قالت له كده. اه بس بالظبط. تعالى في يومكتك راحت مبهدلاه ومهزقاه، فاهم؟ بس كل ده اتعمل عشان يبين لك قد ايه، يعني كل ده انا بشوف انه اتكتب حلو جدا، واتعمل بحقيقيه جدا، حقيقيه اصلا نفتقدها، وتدي ايدج للفيلم ده، ان هو اكتر فيلم بيتكلم عن شخص بعينه، يعني شخص بمساوئه، بحلاوته، بالحاجات الحلوه اللي عملها، بحاجات اللي يعني هو مش ضروري برضو ان احنا كل ما نيجي نعمل عشان هنعمل عن فنان او عن كده، يا اما نهتم باعماله على حساب الجانب الشخصي، او يا اما نطلعه ملاك. ما هو محدش بيبقى ملاك. بالظبط. ده بقى اللي بيضايقني فاهم قصدي؟ عموما في البيوجرافي بره كمان. وهل معلش يعني كمان، انا الفيس اسف. مثلا شفت طلعه بريء جدا. لا، ما الفيس اكيد ما كانش بريء بالظبط. للبراءه. ونقطه كمان عايز اقولها، هل ان انت عرفت ان ام كلثوم مثلا شريره، او انها بتعمل بتاع، مش هتسمع اغانيها، هتقلل من قيمتها كليجند. لا طبعا. لا طبعا. فاعتقد ان انت تشوف ده حلو ليك جدا، وحقيقي ليك جدا، ويخليك تحس ان العمل صادق، بس مش انا عندي مشكله ما صغيره، تصدقوش، فاهم؟ عندي مشكله صغيره في الفيلم. يعني انا الفيلم ده طالع لا احنا منه هنتكلم على السلبيات كده كده. لا انا الفيلم طالع منه متكيف قوي مم. قوي، مبسوط جدا جدا. وحتى يعني اللي اي بوستد على راتب ريفيوز كان ده طالع ان انا مبسوط جدا، وشايف ان ده عالمي. عجبني قوي منى زكي، تمثيلها عجبني جدا، وهي على المسرح بتعمل حركات ام كلثوم كانت عجباني انا جدا. اللونجات هي ام كلثوم. آه. اللونجات اللي هي لما بيجيبوا من بعيد كده ويجيب لك الشاشه كانها بالظبط قديمه. بالظبط. هي ده أم او كلثوم. من ظهرها. لا او من ظهرها او من الحركة بتاعت الجنب كده، جسمها. حاجه من الجنب. لا الكلوز ابس هنتكلم عليها قدام. هنتكلم عليها كده بس كده، وهنتكلم عن اداء منى زكي كده بس كده. لا التصوير كان عبقري، والمونتاج اسطوري. فانت طالع من الفيلم حاسس ان انت شفت حاجه اوسكار ليفل. بس دي بعد يوم اما بتبتدي أيوة. تفكر في الحكايه اللي بتقلل البتاع شويه. انا معاك 100%. صح. الحكاوي انا حاسس ان في نقص حكاوي في الفيلم فيه حكايه ام كلثوم حلوه جدا موجوده ممتازه، حكايه ام كلثوم واحمد رامي مش مكتمله، حكايتها هي مليون الف حد يا معلم. ازاي عبد الوهاب ما طلعش؟ وعبد الوهاب طلع في لقطه ولا لقطتين بس. لقطه بس. ده هو ما طبيعي. ظهرش، هو طالع طبيعي يا اسطى. بس طبيعي، هل لأن بقى هو هل فعلا يعني مراد كاتب كده
ايوه ولا هو كاتب حاجه اكبر واتقصقص منها؟ لا يعني هل عبد الوهاب ده كان ليه ادوار واتشالت ولا لا؟ ممكن شوفوا في الكومنتس بقى الناس اللي عندها معلومه تبقى تقول لنا يعني. بس في حكاوي ناقصه. انا قصدي اقوله ان انت عندك يعني في وانت بتتفرج على تايتانيك مثلا وتتفرج على اي فيلم، في حكايات كتير جوه كل فيلم، فاهم قصدي؟ هنا في اخبار، ام كلثوم وصلت هنا، ام كلثوم عدت ده، رامي قال لها بيحبها ومش عارف ايه كده. ناقصه شويه حكاوي بس كاكسبيرينس كلها. مروان حامد مع حافظ مع عبد السلام مع التشكيله دي، منتخب ده غطى على متهيألي يعني نقص شويه. الكومبو ده مخلي الفيلم طلع حلو قوي قوي، بس بعد وقت كده لما بتفكر بتلاقي لا في شويه حاجات بتبتدي تبان يعني. انا تمام في اللي انت قلته، بس هو ده مشروع جدا وصح جدا، لان هو حكي حكايه ام كلثوم فعلا، بس هو مم. مش مركز قد بس في يعني مساحه في مساحه. عندك تقدر تحط شويه حكاوي تانية بس انت لذيذة. حطيت شخصيات. كانت طب لو انت عايز كانت ام كلثوم هتخلل بس في يا درامة معلم، طب الفيلم، انت تطلع كل الشخصيات دي ليه؟ عشان هم دول مروا في حياة ام احمد كلثوم. رامي محمد فراج عجبني جدا لما انا شفت جداً. تاني ماتش تاني ماتش ايه انا تاني بس عايز مرة. تاني عايز مرة. عايز اقول لكم حاجه، بس عايز اقول لك انا حاجه. عيطت اول مشهد ليه، اول ما سمع ام كلثوم وبص لها انا دمعت على طول، لقيت والله نفسي وانا العظيم قاعد ايه جامد الحوار جامد ده. جامد جامد يعني. لا ده كان الحب ليه من مساحة. الاول سمعه. ده كان ليه مساحة. آه. لا مالوش مساحه، لان كان هيبقى الفيلم كده هيتمحور ان هو ايه، كان هيبقى شبه المسلسل وشبه المسرحيه وشبه دوت وشبه دوت. ده الفيلم ده متميز يعني. خلي بالك برضو ان هم لما جم اكيد يفكروا، هم فكروا ان هم يعملوا حاجه عن ام كلثوم ما هم عايزين اتعملتش. يعملوا زوم ان يعني قصدك؟ زوم ان على حاجات احنا ما ما نعرفهاش. انا نعرفهاش فعلا وحاجات الفيلم ده انا خرجت منه وحاجات بحاجات جديدة. يعني وأنا كل كمان على طبعاً. فكره يا جدعان، عايز اقول لكم حاجه في المسلسل مثلا، ابوها واخوها تمام، وكان معاهم حد تالت من اسرتهم برضو مش فاكر، كان ابن جوز اختها، مم. كانوا بيقفوا معاها تمام. وكان الموضوع ده اسمه بطانه، اللي هم الكورال اللي آه. بيبقى ورا البتاع ده، كانوا بيقفوا في بطانتها تمام. بطانتها دي اللي هم يقفوا يغنوا وراها، ما بيمسكوش الدفاف مم. يطبلوا كده. هو ليه في الفيلم خلاه كده تمام؟ هو حتى قال لك كتب ان هو مستوحاه، ان هو ممكن يتدخل الخيال هو عايز مم. تركيز عشان عليها هي بس. يجود على قصة اللي حصلت في الواقع، فيطلعها بشكل سينمائي، مم. لان هو ده دور السينما مم. تمام. هو مروان حامد حكى الحدوتة بصور رؤية، فان هو يخليها بدفوف وهم بيطبلوا لهم وهم بيطبلوا لها كده، هيبقى شكلها احلى سينمائيا، احسن من يقفوا هم الثلاثه في. بيغنوا. وهيخدم بقى الفيلم في ايه، في القطات وفي الحاجات لما يقطع ويرجع يقطع وهو بيطبل مثلا على مشهد اللي هم كانوا بيلموا فيه الصوان وكده. فده اتحكى بشكل بصري جميل جدا، ووصل لك شعور، وصل مم. لك احساس. زي مثلا اللقطه بتاعت اما ابوها مات، انت صمت في السينما، كلوز اب على وشها لا. وبتطلع والاجمل وهو قاعد والأجمل قدامها. بس- اللقطه دي خطيره وفضلت ساكتة قدامهم اه خالص. اول ما روحت مبرقة. البيت آه. مسكت سبحته وقعدت. انت موصل منى زكي يا جماعه، منى موصل زكي انسى. موصل بالاحاسيس وموصل بالصوره، وده دي هي السينما يا جماعه. السينما مش حوار حتى يعني. انت الصوره بتوصل لك 1000 كلمه انت عايز تقولها، اداء الممثل بيوصل لك تفصيله في المشهد خلاص تركبك يعني تركبك الاحساس كله. طب ده انت ولا تعرف ايام السادات؟ ايه؟ ده ولا لا ايام ده السادات؟ طبعا ايام السادات يعني. ايام السادات يعني نستثنى اداء العملاق العظيم اللي واحد رحمه فخ، عملت له خالي فخ ما بيقعش تمام. فيه ما دلوقتي هشوف بينط. زيه. انا عمري ما آه. هقدر اقول على احمد زكي حلو ده ان هو أوي. مش اعظم نفد. ممثل نفد. تمام. انا عمري ما هقول يعني على ان احمد زكي ده من احسن الممثلين اللي شافتهم عيني بجد. ده من اكتر بني ادم او اكتر سوري ممثل انا حبيته في حياتي تمام. بس فيلم السادات مش فيلم حلو. فيلم السادات نفسه مش فيلم حلو، واحنا جريل اتفقنا حازم. ان احنا نعمل حلقة يبقى فيها افلام السير الذاتية والكلام دوت، وهنتكلم بقى عليه بالتفصيل، وهنتكلم نقول ليه حلو. مش حلو. ومن اقل اعمال محمد خان. لان هو اصلا ما بيحبش السادات. بسم الله. يعني انت حسيت في مروان حامد قد ايه بيحب ام كلثوم طبعا في الفيلم، وقد ايه برغم هو عايش انها أم كده كلثوم. وطلعها منتصرة جدا وقوية جدا، وحتى في قمة نرجسيتها هي كان على حق مم. تمام. بان حب مروان حامد وحب المخرج وحب الكاتب اللي كتبوا الفيلم ده في المشاهد دي. محمد خان ناصري وبيحب عبد الناصر، وشايف ان السادات دوت راجل جه يبوظ مصر.
فهو يعني باين يعني الموضوع ده فهو كان- اصلا ده عامله باين مش جدا، بحب عامله أصلاً مش يعني بحب، وعامله مش فكره كمان مش بحب. الفيلم دراميا ضعيف. وده انجح فيلم في تاريخ جيهان. احمد زكي وانجح فيلم في تاريخ بالظبط. محمد خان. بس عايز اقول لك حاجه، هي الفيلم بيبقى عناصر، وساعات في عناصر بتطغي على عناصر، فبتخلي الفيلم حلو للناس. يعني من كتر ما اداء احمد زكي حلو، ومن كتر ما هو تخمص الشخصيه بعظمه، تمام، بقى ايدول للسادات. حتى بقى في ناس لما تيجي تعمل دور السادات في مسلسلات يقلدوا احمد زكي، ما يقلدوش السادات. صح. تمام. فهو احمد زكي تفوق على المخرج، وتفوق على الكاتب، بس وتفوق على لسه انت ده. شايف ان الست احسن. الست صادق جدا واول مره اشوفه زي ما قلت فيلم مصري يتعمل بيتكلم عن الانسان من وهو صغير، يعني عن الانسان النجم ده بقى ايه اللي اثر في حياته، ايه الظروف القاسيه جدا اللي عملت منه حتى قاسي. يعني دي واحده كانت زي ما قلت بتمشي من نجع لنجع ساعتين و3 عشان تمدح، وابوها ملبسها ولد وهي بنت، وعشان وبيضربها. تاكل حلاوه في الاخر. وتمام. بالظبط. تمام. وبيضربها كمان، دي وبيض- خلي بالك دي حاجه مؤثره جدا جدا في شخصيه اي طفل يعني. وبيضربها وقاسي، مش بيضربها وكان وهي طفله، بيضربها، بالعكس هو كان كان بيدلعها بيضربها. جدا. لا هو بس هو هو ضربها لا، هو لسبب. ضربها بس الضرب كان موجود. هو الضرب كان موجود في بس موقف اللي انا معين قصدي يعني ما هو كان اعتقدش ان هيبقى الموقف كان الوحيد. موقف. اعتقد ان يعني هي ما قالتش لا بس لما خلي هي بالك قالت بصوتها ام بالظبط. كلثوم كان تمام. باين قالت ان هو مش ان المره لا الوحيده. لا كان وضع وبعدين لا هو ضربها قالت خوف عليها. مسك فهو بقى ايه خاف لحسن حد يمسني ضربني ولا طول بتاع. الطريق واحنا راجعين. ضربني بقى طول الطريق واحنا راجعين. واعتقد يا جماعه واحد ضربها طول الطريق وهم راجعين، دي ما حصلتش يعني. اكيد دي أيوة. مره اكيد واحده حصل. بس. اكيد حصلت، اكيد حصلت يعني. بس ال القص وبتخلي الشخصيه ما عندهاش بقى هزار، ما يعني فكك في فاهم؟ حاجه اقصى من كده بكتير يا جماعه، اقصى من ان هو يضربها. ايه هم من كتر ما كانوا الظروف الفقر اللي هم كانوا فيه كانت اقصى كتير جدا من ان هو يضربها. وبعدين هو في المشهد اللي هو بتاع الحصان ده، الحمار سوري دوت، لما كانوا بيلموا الصوان، هو في قسوة اكتر من ان هو يغني يخلي سوري بنت صغيرة طفلة عندها خمس سنين ما كملتش ال10 سنين واقفة بالظبط. بالظبط والعاصفة شغالة وبردانة وبتكتك عشان عجبتني تغني، الطفلة. عشان تجيب عشان تجيب فلوس. اعتقد ده قاسي جدا، آه. ويخليك لما تكبر تبقى وحش، ايوه تبقى ست قادرة انها صح. تقف وسط الناس حتى لو هي بايديها بتعرق. تمام. تفتكر وخايفة أمينة خليل جدا. لما اديتها تمام. وخايفة جدا، قادرة تواجه اكتر مواقف ممكن يبقى فيها ضغط على اي انسان. صح. وحش. فده باين جدا في الفيلم يا جماعة، وده اول مرة نشوف فيلم سيرة ذاتية مصري بتشوف الشخص قوي كده. عشان كده هو مش مشكلة اشوف احمد رامي، مش مشكلة اشوف ده، انا شفت ام كلثوم بشكل انا عمري ما كنت هشوفه. بس قصدي دي لو كانت اتضافت كان ممكن يبقى اوريدي احسن. دي اتعملت في المسلسل مثلا. ما انا بقول لك، ماشي قلت لك في المسلسل في زوايا كتير على فكره. كمان ده في حاجات كتير قوي في المسلسل كانت جامده جدا. يعني مثلا دور مثلا واحد زي مطرب كان وقتها اسمه ابو العيله محمد، مش ابو فاكر. العيله ده ماشي ده ماشي الشيخ ده ابو العيله ده. الشيخ ابو العيله ده مثلا يا الشيخ معلم. ابو العيله ده في المسرحيه انت وفي ناسي؟ المسرحيه تمام. ده في المسلسل بقى ده ام كلثوم كانت بتعتبر ابوها الروحي، مم. ولما ماتت لبست اسود وما قدرتش تغني. وده اكتر واحد كان هو الاب الروحي ليها، وكان هو اللي جابها من البلد، وهو اللي كان بينصح ابوها. على فكره يا جماعه، حسن حسني عامل دور الشيخ البلتاجي ده ابوها. اوف كان حسن حسني صحيح. انا ما شفتش كده في حياتي. انا بجد انا في ايه فوق لا، لا بقى لا لا سيد لا لا رجب لا 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 بقى. لا. يعني سيد رجب مع احترامي وعمل دور حلو جدا، لا حسن حسني في ليفل تاني خالص يعني. تمام. احمد راتب ليفل تاني كان خالص. ايوه صح، رامي صح. كان اصابجي مين اللي كان عامل كمال ابو ريا. أيوة، كمال رامي أبو كان ريا. خطير على فكره. الناس دي عملت ده بقى دول بقى في المسلسل براحتهم خالص، مم. ومدينهم المشاهد لا. اللي حاكين بقيه القصص بقى اللي انت عايز الناس تعرفها. لا، هو في المسلسل مشهد ما بين الاصابجي وام كلثوم اما قالت له انت اللي قلت لي ان انا اعمل الفيلم ده، وانت بسببك وبسبب اغانيك. قال لا بقول لك ايه، ما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك. انا اللي عاملك، انا اللي اصابجي. ايوه انا لسه شايف المشهد ده اول امبارح، فاهم؟ انا اللي عملتك. خطير ايه خطير. قالت له ايه ده انت سبته؟ لا بصي انا عارف انك صوتك جامد وجامده جدا، بس افتكري ان انا الاستاذ محمد الاصابجي. ايوه ده اللي هو ساب الدنيا ساب كل حاجة وراح وقعد عشان وراه. يعزف وراها. بس
يعني بص هو واحد بس هي الست دي الله تستحق. يرحمه بس احمد أنا راتب، ده راجل اندر طبعاً. ريتد ليجند طبعاً. ليجند مش اندر ريتد اعتقد، ده احمد راتب عيلة راتب مأثر لا طبعاً. الراجل ده المفروض الناس الراجل ده يتكرم، كل الناس نشوف له بوستات كل شويه على اعماله. الراجل ده مش طبيعي في الفن. بقول لك على حاجه كمان يا راتب، كل الناس اللي احنا قلناها دي هم على فكره ابطال جدا، وهم يستحقوا كل واحد فيهم عمل لوحده. مم. يعني الأصابغي ده يا بس ده ريت احنا في يا المسلسل ريت صح؟ يا ريت عامة لا بتتكلم على عامة بقى الشخصيات. الشخصيات اللي احنا في يستحق قصته اصلا مسلسل او فيلم احمد رامي ده يتعمل. قصه. طبعا. الشيخ ازاي البلتاني عايش مع مراته كل ده سبين اوف بيحب- بقى مروان حامد وتخلص لا 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 خد حاجات فراج كتير. واجري لا لا بيه. ما اكيد. بص هو على فكره مروان حامد اللي جامد فيه ان هو لما بيعمل حاجه، لا انا مش هعمل بايوجرافي. خلاص بقى التاني مش هعمل هحلب بقى نفس الحاجه. لا هتلاقي مثلا الفيلم هو الفيلم اللي جاي اوريدي فيه الازرق 3. أوكي. يعني كل واحد يا ابني. عبد الوهاب ده طبعاً. عبد الوهاب ده اكبر يعني، ده ممكن يعني هو في التوب ليفل في العالم. هو ما بقولكش هو محمد فوزي برضه محمد فوزي وسيد درويش. لا في ناس أيوة، كتيره سيد احنا ممكن درويش. نعمل يعني بايوجرافيز لناس كتيره جدا. بس احنا نرجع للست عشان احنا هنخش بعديها على السلبيات اللي ماشي. مضايقانا فيها. انا عايز اعرف رايكم في تمثيل الناس بقى، يعني فراج وطبعا منى زكي. لا احنا تمثيل الناس ماشي احنا لا أخباركم إيه؟ منى زكي دي سيكشن. ماشي. نتكلم عن ضيوف الشرف. كل الفيلم احمد حلمي عجبكم ولا مين لأ؟ اكتر واحد عجبكم؟ يعني قولوا لي بالترتيب. اكتر حد عجبني ممكن اقول هو فراج يعتبر ضيف شرف. لا صح؟ ولا اي حد غير منى زكي؟ طلعت احنا المشاهد بنتكلم على على فكره. فراج اثر فيا جدا. يعني انا زي ما بقول لك اللقطه بتاعت فراج اول ما هي ابتدت تغني في القصر وبص لها انا اتاثرت جدا. وطبعا كريم عبد العزيز دوره كان حلو قوي، وكان انسى هو ظابطها شارم بالظبط من شارم غير مين؟ شارم شارم. يعني شارم. يعني شارل ومصدقه بقى مش جدا ان شرم. هو من العيله، يعني هو فعلا ممكن فاهم. وبشير شوشه، لو تعرف بشير شوشه ده الباشا اللي طلع بس قال انتوا جايبين فلاحه. شفت الراجل البلوند؟ ايوه ده راجل سوشيال ميديا يعني، زميل بيتكلم في حاجات اثار وكده ايوه انا ومتاحف عارفه وكده. الراجل ده محترم اللي كنت بعين بتصدق ملونه اللي كان عليه في ولا ايوه شفته في الفيلم؟ انا شفته في الفيلم آه. وعارف أيوة. بالظبط، ما كنت ناسي اسمه. الراجل ده محترم بشير جدا شوشة والكونتنت بتاعي، بتاعه هايل. ده احلى تحيه بحبه جدا. ابن اخت ام كلثوم. خالتي يا خالته ده لما راجل قال جامد. انا كمان انا بخاف خايف منك. ايوه عامه كان بيمثل حلو قوي الواد ده برضه. حلو جدا 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 جدا. من اللي كريم عظيمه جدا. نيللي كريم جميلة. عجباني جدا. انا اقول لك بقى انا بالنسبه لي احمد امين خطير. طبعا كان حلو. على عامل فكره انا دور- كنت هقول احسن واحد عجبني كضيف شرف احمد امين، بس هو ده بيتهيألي مش ضيف شرف احمد امين. ضيف شرف. يا ابني مين كله بقى 3 مشاهد. فراج هم مش 3 ضيف- مشاهد كل واحد 3 مشاهد. الا مثلا هتلاقي بقى في ناس بقى اللي هو مشهد واحد. احمد حلمي مشهد. احمد حلمي احمد كان حلمي لطيف عامه، ضحكني. وكان وانا كمان وادى بريك ذا ايس بتاع الفيلم كله. فيلم ما فيهوش ابتسامه. بالظبط. ادى كده اللي هو لا ليه واللي ليه هو ليه؟ مراتي أنا أم كلثوم- ومراتي. ام كلثوم ضحكتني في حتت كتير، يعني المنى زكي ضحكتني في كذا فين؟ حاجه. ضحكتني في اللقطه الواد الجزائري اللي مسكوه جامد جدا. واللي دخلت اتعاملت واختياره معاه حلو إزاي. على فكره. عجبني أي. وشه. الواد ده مش مصري، ده مش مصري. ده لا، لا، جزائري. ما بجد جزائري والله؟ جزائري. ما شاء الله ممثل حلو جدا. المشهد بتاع لما جت تسجل اول اسطوانه، امير المصري. امير المصري فكرة صح. المشهد ده خطير. والحوار بتاع المايك. ده ما اتجابش في اي حته، وانا اعرف الحوار ده من قبل الفيلم، ان ام كلثوم عشان كانت تغني من كتر قوه صوتها كانوا بيبعدوا لها على المايكات عشان لا دي معروفه. الحوار ده ما اتذكرش في الفيلم ولا اتذكر في المسلسل، ولا سوري ما اتذكرش في المسرحيه ولا اتذكر في المسلسل. لما جيت عمل في الفيلم اتعمل صح واتعمل حلو جدا، ووري لك قد ايه ان دي يا جماعه موهبه لا تتكرر. مفيش حد صوته ما قوي هو كده كان على جه في طول مصر، الاسطوره اللي احنا بنسمعها في حياتنا ان هي ام كلثوم. ليه بيعلقوا المايك من فوق كده؟ عشان مره كان كسرت مايكات بوظت المايكات. بس اقول لك انا بقى على حاجه. محمود مهدي نزل ريفيو. ما شفتوش علشان ما تأثرش، عشان انا بحبه قوي. قال ان المشهد ده متاثر جدا بفيلم اسمه بابلون. انا ما شفتوش. انا متهيألي ما بص يا جماعة، شفتوش. بص بيقول لك المشهد ده اتعمل مشهد المايك ده انا عايز بس أوكي. عايز اقول لك حاجه. انا ما شفتش فيلم، ما شفتش. عايز اقول لك حاجه بس عشان وارد قوي ان بس غالبا ان هو ده اللي حصل يعني. انا بفكر فيها لوجيكلي، صوتها قوي جدا كده بيعلقوا لها المايك. بالظبط. هيكونوا عارفوا منين غير من الاستوديو ايوه بالظبط. وانا عايز اقول حاجه كمان، يعني عايز اقول حاجه في حته ان ده اتعمل وده ما اتعملش، وده بياخد من ده وده بيسرق من ده، او ده شبه ده. هو على فكره كل حاجه اتعملت.
احنا لو هنفكر بالاسلوب ده هي كل حاجه اتعملت. مم. بس الفكره انت لما بتيجي تعمل تاني، هل اللي انت عملته ده او اللي انت طرحته جديد ضفت، او اللي انت سوري خدته شبه حاجه تانية ضفت فيه ولا ما ضفتش فيه؟ مم. لما انت شفته كمشاهد شفته مقبول ولا شفته متقلد؟ مم. انت المشهد ده لما اتعمل تاني تمام حسيته حلو، وصل لك معلومه ولا ما وصلكش معلومه؟ وصل. وممكن يكون خلاص ضاف لك بدل احساس جديد، ضاف لك احساس حاجة. فعلا. طب لو كان البتاع دوت من اول مره اتعملت ان هم شالوا المايكات وبعيدوا متر يا جماعه ورجعت كملت غنى كده احلى، ولا كان ان هو يدخل ويخرج يدخل ويخرج مم. يدخل ويخرج بعد كده يقول لك ده وشفت اقوى صوت شفته في حياتي؟ مم. لا ده هيخليك تحس انت اكتر. زي انت عارف في مشهد حلو قوي اللي حبيته في الفيلم، حبيته ده في الفيلم ده ايه؟ يعني ده ممكن يكون اكتر مشهد بالنسبه لي حسيت بيه بالنشوه وحسيت بيه بالجمدان كله بنهايته. مم. المشهد وكان صادم برضو جدا. قول لنا المشهد ابوس ايدك. ايوه سوقتنا. خش في الموضوع. اللي اخوها مات فيه اللي اخوها من احلى وال المشاهد. ثانيه واحده بس. اخوها أيوة، أحمد ابن خالد خالد صالح. صالح مات. ده كان انت امتى ده؟ لما قالت مش هو كان بيبص لها كده ومبسوط ووصل كانت ايه لمرحلة كانت ايه آه. الاغنيه؟ وبعديها جه اللي هو الراجل بتاع من طنطا، انا جاي لك من طنطا ده. دول بيجوا وبعد كده. بعديها المشهد اللي بعديها على طول جاب لك صورته وهو معمول عليه شرطه كده، وهي كانت بتكتب بالاله الكاتبه وحشتني يا خالد. وحشتني يا اخويا بقى. هو أيا كان اسمه خالد. ايوه خالد بالظبط. ايوه صح، تصدق هي ما خدتش كانت بالي بص منه. شوف على فكره هو لازم يتشاف مرتين تقريبا. ايوه كده ايوه بقى. أيوة بقول لك شوف بقى قد ايه المشهد ده اتعمل بطريقه. بس هي ما كانش عندها اخت كان عندها زي اخت المسرحيه سيده. قاعده ده معاها. ما هو ده بقى طب يعني على نخش فكره على عايز اقول السلبيات. لك حاجه، أوكي. المسلسل تمام طلع سيده دي انها مش موجوده اصلا، مين يعني سيدة؟ طلعها مره واحده بس اللي هي اختها اوكي. تمام. فمش بالضروري امها عادي. امها احنا ما شفناهاش خالص في الفيلم صح؟ يعني كانت بتطلع بتطلع كومبارس. كديكور كده مثلا قاعده معانا، آه. يعني مثلا الكوبايه دي مثلا كده ما ظهرتش، ما تعرفش يا ما جماعه تعرفش. برضو بس أرجع هي أقول هل لك كان ليها ده دور للست. قوي في قصه ام كلثوم؟ مثلا انت عشان عدت المسلسل، انا شفته بس هي زمان لا انا شفته جديد عشان انا الحاجات اللي بشوفها مامتها زمان كانت دورها على مؤثر. فكره كانت دورها مؤثر. هو مسلسل كمان عشان فيه وقت كبير ان هم 34 حلقه تمام. فهو كان اول الحلقات كان دور امها وابوها في حياتها. هو المسلسل ده يعني وثائقي اكتر يعني فاهم، ووثق الناس اللي يعني جاب لك ام كلثوم منذ النشأة فيلم. لحد ما مات فاهم. ايوه انا معاك. مش موفي بلوك باستر يلا بتاع فيلم بجد. هو فيلم مختلف. اه انا كاحمد احمد ماليش دعوه بيكم. مم. انا نفسي كنت اشوف عبد الوهاب، كان نفسي اشوف اصل محمد عبد الوهاب ده وعبد مؤثر الحليم برضو جدا. كان ليه عبد دور الحليم مهم في فيود حياتها. ده يعني هم علاقتهم مش حلوه خالص. بالظبط. طب ما هو باين لك اصلا انها ست شريره في حتت تمام، وهو اللي بينها وبين عبد الحليم ما كانش حاجه حلوه اصلا، يعني كانت احنا ما بتغنس عليه شفناش اي حاجه عن عبد الحليم في الفيلم صح؟ بتزنق عليه لأن والكلام هو ده. لا، ومش ما موجود. جاش. فهي اوريدي زنقت على ناس كتير، وعرفت انها ممكن تستخدم الرشوه عشان تكسب الانتخابات، وعرفت ان هي دوت وده فيعيد ويزيد ويحط في عبد هي ما الحليم عملتش ليه؟ رشوه في الانتخابات يعني. قالت له مش هتنتخبني مش هتشتغل يعني هقطع عيشك. يعني الموضوع منتهي. يعني مش تهديد يعني فاهم، هددت اللي فاهم. الموضوع منتهي يعني يا جماعة، خلونا فبالظبط فهي صراحة. عملت حاجه ايفل، مش حاجه وما كويسه وما فاهم؟ قالتلوش كده على فكره، قالت له هو انت تفتكر ان انت لو ما انتخبتليش هتشتغل معايا تاني؟ شوف فكر انت بقى فكر انت. وخد رشوتك بنفسك يعني فاهم؟ بالظبط. فتحت له الدرج قالت له اتفضل. برضه وهي عملت كده عشان هو قال لها لازم راجل، فراجل ايه يا ابني اللي انت عامة، بتتكلم فيه فاهم؟ ما انا راجل. عملت يا معلم، يعني عملت اللي بيعمله الرجاله، فانت يعني انت مين احسن واحد بتقعد معاه بتعمل معاه كام حفله؟ بالظبط يعني عيلتي اصلا. 3. قالت له بتعمل معايا كام حفله في 12. الشهر؟ 12. قالت له طيب. اتعدلت وطلعها على فكره دايما اللي هو تن 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 انت فاهم. أيوة. وبتمسك السيجاره يعني في الاول مشهد خالص لما قال لها الراجل الناس بتتكلم في السياسه ومش الناس بتتكلم وانا ما ينفعش كده والناس لموا يلا بينا. ليه. هي عجبتني كانت قوي. جامده فشخ برضه لموا، وهي رايحه اصلا عشان كانت خاطر حلقه السياسه الدحيح فاهم؟ دي انا عرفتها من أيوة. حلقه الدحيح اصلا. لموا الحاجات يلا، مش انا جايه اصلا عشان اوصل رساله، عشان احنا شعب لا ادونا حريتنا واحنا اطلقوا بالظبط. يدانا. يعني انا جاي اصلا عشان اللقطه دي تتعمل، فانت مش عايز تعملها لي؟ طب يا حبيبي لم وخلي بقى والايرادات دي تروح يلا. بقى في 60 دقيقه بس وكل ايه كرسي في السلبيات الكلوب. من وجهة نظرك في الفيلم؟ السلبيات عشان انت قاعد في الايجابيات بقى مم. لقيتك غطست قلت اطلعك بس نبص على السلبيات.
يعني ايه اللي يخليه مثلا ده ما تقولش ان ده احسن بالنسبه لك انت، احسن حاجه عملها مروان حامد؟ هو اللي يخليني اقول انه احسن ان ده مش احسن حاجه عملها مروان حامد، لان ده حاجه مختلفه جدا عن اللي عملها مروان حامد. يعني ده جونرا، وبقيه اللي عمله مروان حامد كذا جونرات كتير. جونرات مختلفه. تمام، عجبك فطبيعي ان انا الميك مش اب يا مهاب؟ عجبك لغد ام آه كلثوم؟ لا لا، ما خلينا عجبنيش، ما صراحه، عجبنيش الميك اب خالص، ما عجبنيش اللغد الميك اب خالص. مبالغ، تمام. النضاره وكنت بتريق، والكوفيه وكنت بتريق جدا. تمام. تمام. وكنت شايف على فكره ان هو ما كانش ممكن يلجأ للميك اب دوت، وكان ممكن تطلع منى من زكي غير ميك اب. لسه انا بعدها ومراتي كنا عامة. بنتكلم. بعدها كان جامد جدا عامة. الميك اب ما عجبنيش قوي بصراحة. يعني انا اللغد كان يعني انا دخلت قلت انا عايز انا مش افكر هسمح. فعلا في سلبية انا تانية. دخلت السينما قلت انا مش هسمح للغد ده انه ياثر على تجربتي في المشاهده للفيلم بتاع ام كلثوم. يا انا يا اللغد ده في الفيلم. لا، وأداء واتفرجنا منى زكي الصراحة كان جامد وشلت اللغد من دماغي على قد ما اقدر، وكنت مبسوط جدا من حركات جسمها وبتاع وكل حاجه. بس يعني الماسك الكبير قوي او البروستاتيك الكبير قوي اللي على وشها بالظبط ما كانش حلو ما كانش خالص. اختيار كويس. والجسم برضو لو تاخد بالك وسطها، بس دي مراتي بقى اللي خدت بالها من الموضوع عامة ده. الوسط رفيع، فاهم يعني في في حاجه جسمها غريب، مش متناسق قوي، يعني مش مظبوط. وسطها رفيع، غير كده جسمها تخين. تمام. هو ممكن انا معاكم يا جماعه، الميك اب ما كانش الميك احسن اب ما بس كانش ألطف يعني حاجة. اللغد هو الحاجه اللي بس دراميا انا شايف ان الفيلم حلو جدا. لا، بس اداء بقى منى زكي بوم. عشان ده ورا سيكشن. اللغد بقى ده آه. في بقى تنينه. يعني منى أنا- زكي انا عجبتني جدا تمثيل بعينيها، الحاجه اللي احنا عارفين نشوفها، وحركه جسمها، الحاجه اللي هي قادره تعملها. انا بالنسبه لي توب. يعني الحمد لله ان في ممثله شاطره قوي كده تعرف تعمل ده. شفت ان هي بصراحه في وجهه نظري، شفت ان هي عملت حاجه من اللي احمد زكي بيعملها زمان، اللي بيقول لك انا بلبس بالظبط، الجهاز العصبي بتاع الشخصيه. حسيت ان هي في كام لقطه كان عندها دي. معرفش لو كانوا جابوا حد وجه جديد يمثل الموضوع كان هيبقى احلى ولا لا. بس الخبره بتاعت منى زكي كانت حاجه مأمنه تماما سمعه ام كلثوم ان حد يمثلها. صح، الاختيار عارفة صحيح. حجم المسؤوليه. بالظبط، عارفه حجم المسؤوليه، وعندها كل الادوات والاكسبيرينس اللي تخليها تعرف تعمل دور اي شخصيه في مصر. واحده ست يعني عادي تمثل اي حد. بس بغض النظر عن البروستاتكس والميك اب وكده، بالنسبه لي كانت ممتازه. انا شايف ان منى زكي احسن ممثلة في مصر بلا منازع. العربي في الوطن بالنسبة لي أنا. يعني كمان في ناس بتقول في مصر لا يعتبر في الوطن ناس العربي قوي في برضه ناس يعني. في ناس اوفر بقى عشان منى زكي. ما منى زكي يعني احسن ممثله في الوطن منى زكي العربي. في بس انا عليها عندي بقى قنبله. انا مش يعني ده عندي تقريباً عندي من اول unpopular الفيلم opinion. هو انا كان بس انا عايز اتفضل، اقول حاجه اتفضل. نفسي من زمان قوي اقولها، واتاحت لي الفرصه ان انا هقولها. يا اقولها. يعني متجوزه انا منى بشوف زكي متجوزه. لا، ما انا عارف يا عم متجوزه في احمد إيه؟ حلمي. لا مش هطلبها لك، مش مجنون انا كده فاهم. انا لا. بحبك. الحمد لله هقول كده. بس خلاص طيب. جات لي الفرصه اخيرا انا بشوف عشان ان اعبر. منى زكي طبعا احسن ممثله في مصر. طبعا. تمام. وادائها في الفيلم بتاع ام كلثوم ده بالنسبه لي انا احلى من اداءات تانية كتير الناس انبهرت بيها، وانا شايف ان لا بالعكس، يعني ما كانتش الاداءات دي قويه جدا لمنى زكي. قصدك احمد زكي في السادات؟ ايه؟ لا انا بتكلم على لا اقول لك استنى، انا اقول لك هقول انا عشان عارف هقول لك. مهاب. فخ انا عارف التاني. لا مهاب. انا مش الرحله بتكلم 404 مثلا. لا هو ما بيحبش الفيلم ده. مش فكره ما بحبش الفيلم ده، انا ما بحبش. يعني بص، منى زكي انا من وانا صغير كنت بحبها، بس ما كنتش منبهر بيها قوي. طبعا تمام. احنا كبرنا معاها. تمام، كبرنا معاها. والصراحه من بدايتها لحد دلوقتي هي من اكتر الناس اللي اتطورت في الاداء. consistent. لا، الصورة تطلع واتطورت حلوة. اتطورت ادائها اتطور كتير جدا. ادائها اتطور بشكل مجنون. في المسلسل بتاع لا التاني بتاع لعبة نيوتن. لعبة نيوتن. هو ايه ده بس في لعبة ال- لعبة نيوتن عشان هو كان تك 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 دي. البتاع دي صح. تمام. وانت فهمته ازاي؟ عشان معايا عشان كده. البتاع ده. صحاب هم من زمان. تمام. اول ما شفت منى زكي في لعبة نيوتن وفي اصحاب ولا اعز، انا قلت دي بقت غول. ايه العبقرية دي؟ واصحاب لا الاصحاب اللي عز حلو. لا مش مشكلة ده مش مشكلة. ده الفيلم معلش. اللي عامل النوش.
انا هو ده الحوار كله. انا اسف جدا، بس هو على فكره اداء منى زكي في الفيلم ده كان عبقري. طبعا تمام. فضلت بالنسبه يعني كان بعد سيلو مهاب يا جماعه. لا 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 اللي انا بصراحه اتفق معاه عليه يعني طيب يا للأسف. جماعه، ما ده حق ربنا. مم. جت في تحت الوصايه كانت جميله برضو. في رحله 400 يعني ما كانتش أنا بقى رحلة بالنسبه لي في 400. تحت الوصايه كانت يعني برضو ايه، ما كانتش لا. حسيت تحت انها الوصاية؟ شبه شويه. لا 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 عبقري على فكره، طب. المسلسل حلو جدا. وال- انا بتكلم على اداء منى زكي يا لوحده. لهوي فاهم قصدي؟ يا جماعة، طب منى وعلاقتها زكي يا بالناس جماعه التانيين بتعمل اللي على معاها. فكره يعني مثلا عن العشق والهوى، انا كان بيعجبني اداء جدا. يعني منى كان زكي كان دورها الحمد لا، لله، الحمد لله غلبانه، على صعبت وجودها. عليا جدا 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 في الفيلم انا ده. بس هي ادائها حلو جدا وبتمثل حلو جدا، بس ما كنتش بحس بقى ان هي ايه شخصيه مختلفه. يعني كنت بحس ان ده اداء منى زكي شبه يعني منى زكي هي اللي هتشيلها من هنا حطها هنا، هتمثل نفس الطريقه في نفس لو ضحكت هتبقى نفس الضحكه، لو عيطت هتبقى نفس العياط، بس مش هتبقى شخص تاني، مش هتبقى الشخص اللي هي بتمثله. فاهم خد قصدي؟ بالك، في ام كلثوم ده اختلف تماما، انا حسيت انها ام كلثوم. لا يا حبيبي، من قبل كده بكتير، انا اسف. منى لا، لا. زكي إيه بقى وجهة نظري؟ تحت الوصايه واحده تانية خالص عن رحله 404 أنا واحده حاسس- تانية لا، أنا خالص. مع ان حاسس- الاثنين رحلة واحدة تانية. شكلا شبه بعض. لا 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 يا انا ابني، حاسس ان لا، انا بت- حاسس انها واحده تانية خالص في تحت الوصاء، في سوري، في معلم، لعبة نيوتن. لعبة اسمه إيه؟ نيوتن افراح القبة يا جماعة، ده كان انا ما اتفرجتش على مسلسل. افراح القبه. ده كان مسلسل بس يعني هقول كم. انا بس عشان بس اوضح بس وجهه نظري، هي في لعبه نيوتن هي مختلفه جدا عن ام كلثوم. بالنسبه لي بقيت متشابه، وده رايي الشخصي على فكره. ده ما يقلش من قيمتها خالص ولا ايوه يقلل طبعا، من لا بتاع هي دوت. بتعلى ودي حاجة كويسة. تمام. في ام كلثوم بقى لا، هي جت ليفل ميثود اكتنج. بالظبط. خطير. انا ده اللي انا كنت عايز اقوله. خطير. وده هي بقى متمرسه بشكل جامد كبير جدا. يعني. لا وبتفرق كمان يا وفراج جماعة على فكره برضو رايح في سكه بنت لذينه، شكله هي ما شاء الله يعني- عليه، ده 2025 ما شاء الله، الله اكبر. لا يعني خشب ما شاء الله. انا شايف ان فراج في طريقه ان هو يبقى ميجا ستار اكتر من اي حد. ام ذا ميجا ستار قدام. اوف ميدل ايست على فكرة. انا رميت بس انا بشوف. انا بس عايز اقول حاجه كمان بقى اخيره في حته احسن ممثله في مصر، وفي حته يعني مين اللي مع منى زكي منى شلبي. كده تمام طبعا. بس انا في واحده يا جماعه لو كانت موجوده حنان ترك، اه عيب عليك. لا دي لو كانت عيب موجوده عليك. ما كانتش خلت حد يبقى احسن ممثل في مصر، كانت هتبقى ام كلثوم. وكانت هتتحط في مصاف تخيل حنان ترك الكبار، بتعمل انها أم كلثوم تبقى فعلا. ان كانت هتبقى على فكره كان عندها قدره. طبعا. حنان ترك يا جماعه عملت بمسلسل اقنعتني انها عندها 4 سنين اسمه ساره ده. حنان خلاص. ترك دي كانت كانت سارة. عامله تفرتين كده. أيوة. لا ساره بتاع احمد رزق يا عم، ما تعرفوش. وبنحبك يا دنيا بجد. حاجه قديمه قوي. لا، لا أصل اصل لا 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 مسلسل ذاكرتي خطير، بتمسح مسلسل الحاجات خطير. القديمه. حنان ترك كانت بتعرف، كانت بالنسبه لي هي زي احمد زكي جدا انها بتلبس الشخصيه. تمام. فانا حبيت بس امنشن طب حنان عيوب ترك الفيلم؟ واقول لها هو ممكن يكون الميك اب شويه. تمام. الميك اب قليل. وانا بالنسبه لي لا كان ممكن نخش في مور دراما، يعني قصص اكتر. قصص أكتر. بالظبط. انا شايف ان الفيلم ده اتعمل بشكل كويس، وشايف ان عيوبه ممكن تكون حاجات مثلا الميك اب مثلا ما كانش حلو، مش شايف حاجه تانية فيه تدي فعلا ما الفيلم كانش كام حلو. من 10 يا قد مؤمن؟ الفيلم 9 من 10. انت اديته 9 برضه؟ 9 انا اديله برضه 9 9 ونص بس أنا يعني ماشي، 9 طيب. وممكن يعني لو الناس بس شايفاني في موضوع مبالغ، مهم عايزين نتكلم فيه. لو الناس لا، شايفاني لا، مبالغ ده هناخد فيه حبه هو يعني. ده بقى تمام. بالظبط. لو الناس شايفاني مبالغ في الشكر، لان ممكن يكون انا مش شايف الفيلم عيوب قوي، عشان انا اول مره اشوف، يعني عشان بشوف تجربه جديده جدا. انت من حقك تقول اي حاجه انت عايزها، ده رايك. بالظبط. والناس يعني المفروض تبقى متفهمه. زي كل مثلا حد فاكر يقول لما رأيه اتفرجنا عادي. على بالطو، انا كنت مش منبهر فاهم احنا جدا ليه بيه. بنبرر. تمام. لان عشان في ناس ممكن ما والله تحبهاش كده، عجبني بس يعني بجد، برضه والله عجبني. هنتكلم في الحته دي. لما شفت بالطو انا انبهرت بيه، لان انا كنت فرحان جدا ان مخرج اول مره يعمل كده، وان ممثل زي عصام عمر اول مره ياخد فرصته. فكانت بالنسبه لي انطلاقه، هتبقى شايفها انطلاقه لحاجه جديده. سيكو مثلا. بالظبط. فانا لا، انا بديها رقم عالي، لان دي تجربه جديده يا جماعه، لازم كلنا نقف في ظهرها، ولازم كلنا نقول يا جماعه. على فكره كمان عايز اقول حاجه، انا كنت شايف ان الفيلم ده هيطلع سخيف جدا، وكنت قلت ايه ده العك فاكر؟ دوت، وايه ده مش انت عارف رايح ايه. اصلا سلبي. أيوة. ورايح من الكوميكس بتاعت الناس. ده رايح مهاب كان اللي هو من اللي هي بوستات بتاعت الناس
فاهم. وعجباني جدا. أصل أنا- محمد أنا فراج بقى ويا سوما بقى وكده. تمام. لا 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 انا بقيت بعرف خلاص من السوشيال ميديا الكتير، بقيت بفهم لما يبقى في رأي حقيقي ويبقى في رأي قاعد منتشر بشكل غريب جدا، تحس ان هو غصب عننا هنخش نكره الفيلم ده. حسيت بكده جدا يعني من كامبينز فظيعه، وكل الناس بتتريق نفس التريقه، كل الناس بتعمل نفس الحاجه، وانا ما عنديش مشاكل، انا اصلا بني ادم بتريق كتير على كل حاجه عادي جدا يعني، لا، وبنضحك على الكوميكس عامه. وبنضحك وما عنديش اي بضحك، مشكله. بس ده عدم انصاف يا جماعه الصراحه. لا بس اللي هو كان فيه تبييت نية بنت لذينه للفيلم ده، الفيلم ده ليه بص، اعداء. احنا انت هنتكلم. بقى اشرح لنا بقى. لا احنا هنتكلم في الحته دي، بس آه. انا قبل ما نخش الجزئيه دي، الانتقادات يعني بص، اللي قبل نتكلم- لما الفيلم لا، ينزل، نتكلم انا بقى. بتكلم على قبل ما بامانه الفيلم. بامانه بقى. بصوا يا جماعه، احنا كل اللي جاي ده من غير فلتر، وهنتكلم بكل امانه لا، بصراحه. عادي. كل ده بسبب انا معتقد منى زكي، اصحاب ولعس اللقطه بتاعت مش بتاعت عارف ده، واللي هي ما بنتش اصلا لا، يعني ما فيش حاجه. وفي يعني مشاهد في السينما المصريه ألعن من كده بكتير لفن عادي، وانا اصلا مش اللي هو طب ايه معلش ده اسالك ازاي. سؤال. سيبك بقى من كل هو الكلام. حصل بقى نقاش في الموضوع ده، ومثلا هي ردت على الناس، حصل ده اي اللي حاجه؟ عاجبني بقى في منى زكي، عمرها ما ردت، مفيش الكلام ده ما صح؟ بتردش خالص. احسن خالص. بس هي ممثله بتروح بتمثل المؤتمر الصحفي بتاع الفيلم، بتتكلم على بتروح الفيلم. تعمل بروموشن للفيلم في دبي وبتاع، وترجع وتروح وبتاع، دن الفيلم خلص، هي في النكست بروجكت بس ماليش هي دعوه. بقت مجمعه اعداء، هي عارفه، عندها هي عارفه، اعداء يعني. بس برضو ما هو ده برضو ضغط نفسي ابن كلب. طبعا غير ربنا كده، معاها. ما انا هقول لك، انا تعرضت لضغط نفسي ابن كلب ليه؟ يعني من الكومنتات. سيبك هنوصل لها. منى زكي انا عندي بص، هو الناس ما بتشوفش، الناس بتسمع. اغلبيه الناس، ده انت سمعت عن مشهد لمنى زكي في فيلم اصحاب ولا لازم ان هي عملت كده، فخلاص. يا نهار اسود، وجوزها احمد حلمي، يا نهار اسود، انت قابل، يا نهار اسود بس. فبقت اي حاجه تعملها لازم اسمه ايه، تحت الوصايه. تحت الناس الوصايه. انتقدته عشان هي محجبه. نزلت ليه يا بوستر جماعه؟ بحجاب. جيبها. عامله بقى صح. ست بحجاب عشان تطلعي تقولي في المسلسل المحجبات اقلعوا وحشين. الحجاب، واللي قادره على التحدي، واقلعي عشان الحجاب ده وحش. وطلع مفيش مسلسل اي ملوش حاجه. دعوه اي حاجه من الحاجات دي. خلص رحله 404 تعملي حجاب تاني. الفيلم نجاح جامد. ام كلثوم نزل، يا نهار اسود، يا لاوي، يا ام ايه، يا ام ايه، طب ده يا إيه ام ده؟ ايه، يا أم. هو انا بالنسبه لي، يعني انا طب بالنسبه إزاي لي نتخلص السبب من الموضوع ده؟ التعليم هي مشكله جهله. كبيره كبيره يا ابني. اتفرج يا ابني واتكلم معايا. التعليقات بقى، احكي لي عن التعليقات اللي جات لك عشان الريل وهو ملوش يعني مثلا انا الناس بتتكلم عليا على طول عشان ايا كان يعني، عشان صوره وحركات، وبيروح وبيسافر وبيعمل وعنده علاقات. انا ما فيش يعني انا في حالي يعني، وبجرب اصلا يعني موضوع الريفيوز ده على انستجرام وتيك توك، في كام حاجه بس بتجيب ارقام لطيفه، بس الطبيعي بتاعي يعني 5000 حد 10000 شايفه في اللذيذ يعني فوق راسنا. فانا طلعت من الفيلم تاني يوم، حطيت ريل فيه ان انا عجبني جدا الفيلم، ومنى زكي بتمثل حلو قوي، وسيبك من الهبل بقى بتاع السوشيال ميديا والكامبين دي، يا عم روح اتفرج على الفيلم ده. دي الرساله. شكرا. لقيت على طول كومنتس اللي هو مبروك عليك العربيه الجديده. عربيه انا ده الفلوس باينه بقى، رتوبه شخصخ بقى، رتوبه بقى، جيبك ورينا بتاعي. انا مفيش طبعا يا جماعه، انا اقل من كده بكتير جدا جدا جدا، ومش طبعا يعني انسوا الهبل ده. ويعني حاجه كوميديه اصلا ان انا ما ردتش على الناس دي يعني. في حد رديت عليه قلت له، قال لي انت طبعا رديت، قلت له يا ريت يا ريت سلام دي على كتفك يعني. مش عيب جدا. بص يعني كوميديا يعني، بس يعني اكيد انتوا مش شايفيننا يعني واطيين للدرجات دي يعني. بجد انتوا يعني مصدقين ان دي حاجه انا واحمد كمال ومهاب شايفينها حاجه واطيه؟ لا انا لسه ما حدش. لا انا لا لا ممكن بقى لو بعد حد الحلقه ده انا هبقى قابض جدا. هو انتوا متخيلين ان احنا في بعد البودكاست ده الناس تحت مش هتقول ان احنا قابضين؟ برضو
تراهن طب اسالك سؤال تراهن لو حد قال لك منتج جالك قال لك احمد كمال اقسم بالله استنى بس اسمع. اتقال لي كتير يا عم، هديلك اقسم فلوس بالله وقول إن الفيلم حلو. عمري في حياتي طب اللي يعمل كده انت شايفه ايه؟ يعني ايه لو حد بيعمل كده رايك فيه ايه؟ انت غير سوي وقدام بالظبط. ربنا ايه وقدام الناس ايه بالظبط. وانا قدام نفسي ايه بالظبط. وشكلي ومنظري انا ايه. رايي شايف زي رب بالظبط يا عم انا ربنا ده أهم غش حاجة يعني بالنسبة لي ده غش، والغشاشين دول حاجه وسخه يعني، فاحنا مش مقتنعين بده، فاحنا اكيد ما بنعملش ده. ايوه من الاخر خلاص متهيألي يعني احنا شايفين ان ده حاجه وسخه كده جدا، من الاخر يعني فاكيد ما بنعملش كده. ماشي. انت ايه انت ما اتكلمتش في الموضوع ده. لا انا شايف طبعا ان دي حاجه غير سويه وحاجه غير عادله اصلا، ان انت تقعد تتريق على حاجه ده عشان مجرد بس ان انت شفت صورتها يعني لا كده انا على فكره كده. مش متضايق من يعني- يا ابني اتريق على الفيلم براحتك، بس براحتك انا طبعا. بالنسبه لي اتفرج على الفيلم بعد كده اتريق عليه. بالظبط، لو ما انت ده اللي مش أنا بقوله. لو انت عايز تتريق عليه بس اتريق عليه برضو ما عنديش مشكله. انا اتهام منى بني زكي ادم حرام جدا، ليك انك في مرتشي ذمتك حرام قوي، وبتاخد حرام فلوس حرام عشان خاطر تقول على الفيلم حلو. حرام يا جدا جماعه طبعا، لا يعني مش ادب يعني. يا جماعه والله العظيم 3 الناس لو شافت بنك اكاونت بتاعي هيدوني فلوس والله. لا طبعا يعني، وحوار كمان الضغط دايما اللي على منى زكي دوت. بص انا ما عنديش مشكله ان انت تنتقد الفنان عشان خاطر اعمال وحشه اعماله بس. وحشه، ده طبيعي، لكن معلش ما حدش من حقه ان هو مش هنتقد يربي شخصه. حد كمان. أنا ايوه آسف، يعني سلوكه لا. انا اعتقد ان هي عارفه كويس جدا ان هو ده تمن الشهره والبتاع ده، انت هتلبس الحاجات دي لو انت عايز تبقى مشهور وسوبر بس ستار الناس وناجح، جايين بس عليه هيجي زيادة. عليك حرام قوي. فترات وخصوصا يا جماعه الناس ان جايين إن عليه دي وهي زيادة. اكيد ان دي اكيد ست I think بني so. ادمه كل أعتقد- شويه تطلع متضايقه قوي. لا، يعني ما الست هو- بتطلع ان يعني بقى زمان لما كانت بتعمل انترفيوهات وكده كانت مقبله على الحياه اكتر، كانت حاسه، كانت فرحانه بنجاحها ده بقتش. اكتر. أنا دلوقتي أعتقد- الست باين انها منطفيه جدا، لان يا جماعه حرام توصل بني ادم اصلا للمرحله دي. يا جماعه احنا بشر وبنتاثر منى زكي بالكلام. دفع لك كام؟ حرام منى زكي والله. دفع لك كام يا لا 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 لا, يا لا أخي حرام يعني ماشي. بجد. اعتقد ان هي بتعرف تتعامل مع الموضوع ده بطريقه بروفيشنال، ان هي بتتكلم مع حد اخصائي او حد بتعرف تميوت النويز أكيد دي. طبعا. اكيد هي طبعاً. بتعرف زي ما اي لعيب كره جامد جدا زي محمد صلاح مثلا أكيد بيعرف لازم. يوقف الاشاعات والكلام والسوشيال ميديا، لو ممثلين طلعوا يتكلموا عليه بتاع حاجات كده ما يسمعش الكلام ده، يعرف يركز في الماتش. هي كمان بتعرف تعمل نفس الحاجه وتركز في تمثيلها. واحمد حلمي ملطوط برضه في اللقطه أحمد دي. حبيبي غلبان يلا تعالى بقى يلا تعالى. بس بيروح معاها بقى انا نفس عاجبني المشهد اللي الأخصائي ما أكيد. بينهم اكتر حاجه، اللي هو ده انا المدام مراتي. شوف دي لو عرفت ان أنا هي بحس إن قالت منى له- زكي ما هي ماسكة- وصله كده اللي هو أيوة، في ماسكة ابتسامه نفسها، في ماسكة ايوه نفسها. انا المشهد ده عجبني جدا وعادي. خطير يعني خطير بجد يعني هو حرام اصلا ان يعني الناس توصل بني ادم ان هو يروح يتعالج نفسيا عشان من كتر اتهاماتها ومن كتر شتمتها فيه ومن يعني كتر لا هو يا ريت، هو مش عيب خالص ان الواحد يبقى بيتعالج نفسيا، مش ويا ريت لا اكيد ده مش عادي. عيب. وان شاء مش الله عيب. وان شاء الله نتمنى يعني ان هي تكون بالعقليه اكيد، وانا لا، لا، متاكد لا. يعني حتى لو لا، بأي هي عقلية. في ماشية حاله ان professional. لقت اي حاجه بتاثر عليها تبقى بتتكلم مع حد وبتاع. يعني اكيد ده حاجة حلوة أكيد جدا هي وده مخها حاجة كده. جميلة جدا مم. ان الناس تروح تتكلم مع اي حد. ده حاجة ضريبة بتريح الشهرة جدا يا وانا منى. بعمل كده. بس برضو اللي انا بتكلم فيه ايه، حرام ان انت يعني مهما كانت هي بروفيشنال وبتتعامل بطريقة بروفيشنال وبتبقى بتفصل جدا بين دوت وبين ده، بس هي برضو بني ادمة وبتتأثر، وده أكيد. بيبتدى بحس بقيت اشوفه وبيتعكس عليها. فحرام اصلا ان بني ادم يوصل بني ادم لكده. وخلي بالكم من كلامكم، لان دول بشر احمد ممثلين. السقا صعب عليا امبارح جدا يا جماعه 100%. عيب جدا عيب جدا جدا عيب لا، جدا. شفت ده احمد لما السقا ده يا اتكلم مع عمرو جدعان. اديب قال له لو الناس يا مش جماعه عايزاني؟ لو الناس مش عايزاني انا ممكن ابطل سينما وكده وبتاع. انا يا جماعه تخيلوا بس حطوا نفسكم السقا مكاني ان افتكروا انا مافيا وتيتو. اغمض عيب يا جماعة عيني أوي، عيب يا جماعة أوي كده. غمضوا عينكم كده وتخيلوني ان انا يعني انا بس وانا بقرا بقرا الكلام ده الكومنتس شفت انا بقى؟ كنت حرام. من ضمن الناس اللي بيساب بس مش ان بابليك بيني وبين صحابي خلاص مثلاً بتاع. ايوه عيب بس قوي. انا لما حصل انا لا انا اسف ما بس انا ما عملتش حاجه ان بابليك. وبعدين احمد برضو- السقا ده واحد من اكتر الناس اللي اثرت فينا كجيل واثرت طب في اقول السينما حاجه بقى المصريه. هقول وأكتر حاجه واحد- جدليه ممكن بس نعملها هو- بودكاست تاني. بس هو غلطان عشان اكتر بس نبقى واحد صراحة يعني. في الجيل ده كله عنده افلام ايكونيك. طبعا طبعاً. يا جماعة. اكتر واحد في الجيل ده كله جيل هنيدي اللي آه. هو صعيدي جامعة نفس الدفعه هم. عنده افلام ايكونيك. لا وده اللي طور الاكشن في مصر يا جماعه. بس- ده اللي طور الاكشن بس في يا مصر وخلى جماعة الاكشن المصري ما نبقاش حلو. منافقين، هو غلطان
غلطان طبعا. هو لازم يبقى عنده بابليسيست، لازم طبعاً. الكلام ده يبقى عن خلال بروفيشنالز. اي سوشيال ميديا بالنسبه للسوبر ستار كده كده او ميجا سوبر ستار زي احمد السقا مفيش خلاف عليه وكل الناس بتحبه فشخ، ما ينفعش يبقى البوستس او الفيديوز او الحاجات دي عشوائي بتتعمل كده. عفويا. للاسف ما ينفعش عشان خلينا انت مش نتفق- يوتيوبر خلينا بس نتفق او ان انت مش سوشيال ميديا انفلونسر. خلينا نتفق ان الجيل ده كله في حاجه وحشه جدا، ان هو بيتعامل مع الحداثه انها حاجه وحشه، وبيتعامل مع السوشيال ميديا انها وده حاجه متكرره جدا. ان انتوا الاشاعات وانت- ومش الاشاعات وانت نفسك والكلام ده. كده يا مهاب، تمام. انت دلوقتي هتلاقي نفسك في حاجات جديده بتطلع انت معترض عليها أنا ومش كمان. عاجباك، ماشي. وكل ده حاجه سلو الحياه. بس صح. بس عايز اقول لك حاجه، بس ده احنا انا مش زي احمد زكي، ولا انا زي منى زكي، او ولا انا زي الناس، سوري، انا مش زي كريم عبد العزيز، ولا زي احمد في السقا، إيه؟ ولا زي الناس دي. الناس في دي إيه؟ المفروض ان هم يعني لازم يواجبوا. لازم آه. يواجبوا عشان يعرفوا يستمروا. مم. اي ده شغلهم، يعني اللي هو انت لازم تواكب عشان تفهم الجيل الجديد. يعني ام كلثوم دي كان دايما بتدور على انها تواكب. انا مبسوط انا مش عشان احنا كده دخلنا أيوة. في توبيك تاني. يعني بمناسبه بقى البودكاست، عشان احنا اتكلمنا بس في الحته دي، احنا كل بودكاست هنتكلم او نعمل تجميع للترندات اللي حصلت في الاسابيع اللي فاتت كده نتكلم في اول فيها. الحلقه. فاحنا معلش بس عملناها في اخر ريليتد الحلقه. للفن يعني. ريليتد للفن طبعا. او الترندات يعني اللي يعني ريليتد مش- للفن، بس هي كلها مش بتبقى خب ريليتد. لا اكيد مش هنعمل كده. مش هنعمل الكلام. الكلام فارغ ده برضه. حلقه زياد زازا كانت اجمد واحده. لا حلقه زياد زازا كانت خطيره، وعمرو مصطفى وال- لا لي 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 لا لي 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 يا هتايه ما بيدين لا بيدين نزلت الاي اي بتاع امبارح ولا نزلت ايه بتاع امبارح؟ الاي اي ابديت بتاع امبارح الابديت بتاع أوتو امبارح تيون. اوتو تيون. الراجل ده يا جماعه الثانيه بتفرق في المزيكا، الثانيه عمرو مصطفى مصحصح للبتلو جامد جدا. وعجبني ان هو رجع متواضع تاني وابتدى اللي هو ايه، لا خلاص بقى. كانت هوجه بس ميد لايف كرايسس وعدت أيوة، بقى أيوة. طبيعي. كان جايب قاعد جنبي في العمره مره واحنا اخر طالعين بقى في حاجه الأتوبيس، قبل ما راجل ننهي لطيف جدا. البودكاست، مين عجبكم اكتر، المسرحيه ولا الفيلم؟ انا كل بالنسبه لي المسلسل والمسرحيه او الفيلم كل واحد فيهم تناول ام كلثوم بشكل يا عم قال يا جامد. واحد يا عم. انهي حاجه عجبتني اكتر؟ كلهم ابنائي، عارف بقى الكلام عشان انا بس عايز اقول لك كلهم أعمالي، عشان حرام والله العظيم، حرام بجد. اتفضل. لا قول قال بقى. عجبك اكتر. انا عجبني اكتر. آه. لا طبعا الفيلم، عشان بحب السينما اكتر من المسرح والتلفزيون. اوكي. الفيلم طبعا علشان يعني علشان المسرحيه حلوه جدا، وعجبني قوي في دخله المسرحيه. انت بتخش كده يا جماعه المسرح، الدنيا بتبقى ضلمه خالص، وبعد كده ايه بتسمع صوت قديم قوي زي كانك في حفله ام كلثوم زمان. ايوه الساده الحاضرين يرضى هذا الجلوس هو الآنسة يبدا أم العرض. كلثوم. ايوه الانسه ام كلثوم. تقعد الناس كلها تقعد تسكت كده خالص، وبعد كده تلاقي ام كلثوم ظهرت قدامك سنتر ستيج فعلا. ده بقى معمول هولوجرام او حاجه، بس انت بتتصدم بتلاقي ايه ده ما ينكش ام كلثوم جت، وبتخش بقى في الاجواء. فالمسرحيه تجنن تحفه، لازم تكونوا شفتوها او تروحوها او تبحثوا عنها يعني. ولكن لا الفيلم يعني المسرحيه عملوها ناس جامده، بس الفيلم عبقرة. عملوه واللي عملت منيره المهديه انت كانت ليديا جامدة جداً. لوتشانو. انت برافو، ممثله برافو. بجد، يعني انت ممثله خطيره، انت برافو. ايه احلى ممثله في المسرحيه. هي كانت بجد. ممتازه وما نزلت تحت جوه الستيج. آه، لا في شغل مش لا، لا، هحرق لا، عليك لا، بقى لا، لا. خلاص. بس لا بس ستيل كومبو بتاع مروان حامد مع اسمه ايه أحمد بقى؟ قلت لي مراد. عبد أحمد السلام. مراد. لا ثانيه أحمد واحده. سلام موسى. عبد السلام موسى واحمد حافظ ومروان حامد حامد واحمد مراد. ولا انا قصدي الثلاثه دول مع بعض عاملين فيلم ممتاز عجبني جدا جدا. فلا السينماتوجرافي كده الاكسبيرينس عجبتني جدا جدا جدا. طبعا مراد معلم كبير طبعا، بس كانت ناقص شويه حكاوي ده في أوكي. رايي الشخصي يعني. اوكي. بس عايز وناقصه أقول حاجة، شويه الأستاذ اغاني اكتر مروان شويه حامد، متهيألي برضه. يعني عايز اقول حاجه يا جماعه، مروان حامد كل كذا سنه بيعمل حاجه الناس كلها بتمشي عليها. خطير. ترند ستر ايوه خلاص زي كده ام بقى. كلثوم بقى مع انت هو الموضه. احسن مخرج يعني انا على فكره مش كل اعمال مروان حامد بتعجبني وبنبهر بيها جدا، وفي حاجات على فكره يعني. ايه احلى فيلم بتحبه لمروان حامد؟ احلى فيلم بحبه لمروان حامد ليلي. ليلي. فيلم ليلي. قصير ليلي. اول واحد عمله 45 دقيقه كده بتاع عمرو واكد، وفي ابتهال ليلي للخالد حماد الموسيقار الكبير. احلى ابتهال ممكن تسمعه في حياتك. وبعده الاصليين، انا بحب الاصليين انا بحب جداً. الاصليين. انا حلو بحب لذيذ. عمارة يعقوبيان. ايوه ده عمارة بالنسبه لي يعقوبيان توب. جامد جدا. الاصليين ابراهيم الابيض، تراب الماس. ابراهيم الابيض
لا انا بالنسبه لي الاصليين وعماره يعقوبيان وليلي انا دول ابراهيم أكتر الابيض ما تلاتة ينفعش أفلام حاجه ممكن تكسبه أشوفهم. بالنسبه لي. معلم لا انا مش زرزور. من مهاويس بقى ابراهيم أنا الأبيض. انا عايز مهووس. اقول حاجه بس أنا عشان مهووس. انا عجبتني إن ده المسرحيه فيلم اكتر من الفيلم رومانسي على فكره. جن- انا ما سالناكش. المسرحيه انا مديها 10 من 10. فانت بالنسبه لك مسرحيه احسن من الفيلم. انا خارج من المسرحيه بفايبس كانت اقوى، خاصه المسرح كمان شايفه لايف والصوت الناس لا في شويه اصوات اكتشفوها بس دول بقى لازم نستغلهم بقى، بس الفنانين الفيلم- اللي ظهروا في المسرحيه دي. كلهم. انسى، العدل بحب الجرو. دكتور مدحت العدل في اخر حاجه في المسرحيه لازم بيطلع. يقول إيه. يا جماعه اللي الناس واقفين على دي ما المسرح مثلوش قبل دول كده. 80% اول مره يقفوا على المسرح. عبقرة احنا الصراحه. مصر يا جماعه. عشان الحمد لله ان في اصلا ناس بتطلع مواهب جامده كده زي عائله العدل يعني. بالظبط. عاش والله. فبس اوفرول لا الفيلم عظيم طبعا يعني ما فيهاش كلام يعني. علامة. انا بالنسبه لي 9 من 10 برضو. وتاني مره عجبني اكتر من المره الاولى. هو منى زكي هتعمل ايه حاجه اللي جايه بقى؟ انت قول لنا، انت بيقولوا عندك مسلسل اخبار في شاهد 8 حلقات في رمضان ولا؟ اوف سيزون أوكي. غالبا. مروان حامد شغال على حاجه تانية جايه؟ مروان لا، حامد ماشي. دلوقتي بيقولوا اللي جاي عنده إيه بقى؟ ده بيقولوا ان هو اخر الشهر. إيه؟ في الازرق 3 هيبتدي اخر تصوير. الشهر. هيبدا ابتدي تصوير. آه. اوكي. نايس. هنبقى نعمل بقى يعني قعدات ممكن نتكلم ينزل فيها في عن الكلام ده. 2026 كده. مروان حامد اول مره ينزل فيلمين سنه ورا بعض. بس ما نعرفش بقى بس هو بيطول فهو ممكن باشا مروان ينزله حامد يعمل اللي هو 2027. عايزه كده كده. لا كده من الناس اللي انت بقيت خلاص واثق فيهم جدا. لو مروان حامد خلاص فيلم انا ضامن. عشان كده انا ما كنت انا اسال كله. انا ما كنتش متخوف من الفيلم خالص. كنت واثق. لا عادي يا جماعه. انا دايما بشوف ان يعني عادي ناس في كتير قوي بتجلي يعني أيوة فاهم. طبعاً، فعادي ان طبعاً، مروان طبعاً، حامد ممكن طبعاً. يجلي وكده. طبعا في مخرجين بس هو ابهرني الصراحه في الفيلم ده. يعني انا كنت على فكره كنت داخل والله العظيم كنت داخل الفيلم سناني جدا ان هو ايه. لا مش هيعجبني حاجه. وكنت مندمج مع الكوميكس قوي. كنت فرحان جدا. بس انا شفت حاجه بجد طب بس حاجة كويس أول ان مرة انت أشوفها. متفتح لدرجه ان انت تغير رايك لما عشان تتفرج. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. ده حق ربنا ان الواحد يتفرج وبعد كده يقول رايه. طبيعي جدا ان انت تشوف المسرحيه ولو ما أحلى، عجبكش وطبيعي جداً إن أنت الفيلم تشوف ده أحسن، خالص بس وشايفه سيء جدا وبتاع على قول راسي بقى قول عادي، قول طبعاً. انت شفت عادي، الفيلم ما ده عجبكش، عادي فيلم قوله. ما عجبكش بالظبط عادي. مش التيست وعلى بتاعي. فكره في ناس ما عجبهاش الفيلم وانا اتكلمت مع ناس ما عجبهاش الفيلم وعادي جدا. وعادي يعني. جدا عامه براحتهم لان آه. كل في الأول وفي الاخر ده راي إحنا مش شخصي بنتكلم في فاهم. حاجة يعني حاسس مروان عامه كده. هو كان مروان عضلات كده. يعني؟ حلو. مروان سري. مروان سري. وعلى فكره مروان قال لي مثلا انا تحس الفيلم كده ده اللي كان قلت له هيبقى التون بتاعك قال لي لا هو حلو فيلم حلو ما اقدرش اقول عليه وحش. أوكي. بس عارف بقى اللي هو 7 مش من ايه 10. ده فاهم كده عادي جدا. وعلى فكره هو مروان قال لي على فكره لو كان اي حد غير منى زكي عمل الفيلم ده كان هيبقى بالنسبه لي جامد جدا. لو كان المسرحيه عملته الممثله المسرحيه عملته كانت هتبقى اجمد. هي دي وجهه نظر على فكره. وعلى فكره انا كنت مثلا في رحله 404 كنت لما كنت اقعد معاكم واقول لكم يا جدعان منى زكي ما عجبتنيش في الفيلم ده انتوا كنتوا تقولوا ازاي حرام عليك مش عارف آراء ايه. عادي يعني. فهي في الأول وفي الاخر اراء. واعتقد ان منى زكي لو شافت البودكاست وشافتنا بنتكلم كده هتقول عادي لان احنا أيوة عادي. يعني هي ده في نفسها الاول وفي الاخر كل واحد بيقدم وتشوف ده عجبك ولا عجب دوت ولا ما عجبش دوت. هيعجب ده ومش هيعجب ده. وده يا جماعه كلها ده فن في الاول وفي الاخر. الله عليك بس الله عليك يا الله موبي دي أحلى موبي. نهاية للبودكاست. اتمنى طبعا في نهاية الحلقة كل واحد يقول رأيه وهنشوف بقى كمية الرشوة اللي هنلاقيها لا ده. نهدى يا جماعه بقى. مش معقوله. وعايز اقول بلوفر ده احلى من اللي انت صح كنت بلوفر. لا شكله شكله أشيك. اشيك. لا يعني بس شكله افقر كام ده؟ ب ما 400 فيهوش- دولار. عارف انت البوستات بتاع الاوتفيت بتاع عمرو دياب ده ب 500,000 ده 500,000 وبتاع ده شكله ب 400,000 استرليني غالي. عجبتك الحلقه ويلسون؟ وانتوا عجبتكم الحلقه؟ قولوا لنا في الكومنتس. دي اهم حاجه تحت في الكومنتات لو عجبتكم الحلقه وشجعونا ولو عجبتكم عشان يعني بالتشجيع بتاعكم كده بقى واللايكات واقول لكم على والشيرات حركه صايعه بقى. والفيوز ادونا افكار برضو. احنا عاملين بالظبط. اوريدي عندنا بنك افكار لذيذ عندنا للبودكاست. حاجات كتير. ادونا برضو افكار تحبوا نتناقش في ايه في الحلقات اللي جايه والحاجات اللي واخده لايكس جامده هنودي. هي مبدئيا كده هي غالبا الحلقه اللي جايه هتبقى بيست اوف 2025. هل بيست وورست بس. هل احسن او اوحش افلام في 2025؟ أسوأ وافضل اعمال 2025 هتبقى البودكاست الجاي. مش هيبقى الاثنين اللي جاي ده هيبقى الاثنين اللي بعده ان شاء الله. اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقه لايكات كتيره جدا 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 واشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج واشتركوا عند عمر راتب واشتركوا عند مهاب. انت ما لسه ما عندكش حاجه ما تعمل اي حاجه. اعملوا له انستجرام فولو. حبيبي يا حبيبي يا بابي. احلى مسا عليكم.